النهارده يوم طويل جدًا في المطبخ، جايبين مشتريات وهنعمل تفريزات مع بعض، وهنعمل شغل كتير جدًا، جدًا مع بعض، يوم طويل أوي، هنعمل فيه شوية حاجات حلوين جدًا. بس يالّا قبل ما نبدأ الفيديو تصلّوا على النبي كده في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزلنا السوق النهارده جبنا شوية حاجات كده من الخضار عاملين 100 جنيه. جبنا أول حاجة نُص فلفل عامل 6 جنيه. الفلفل كان حلو كده، كان في ممكن تجيبي بربع، ربع ب3، أنا جِبت نُص ب6 جنيه، وجِبت بتنجان صغير كده هنعمله مخلل، من ضمن التفريزات النهارده هنعمل مخلل. تنقّي البتنجان الصغير، أنا قعدت وقت طويل أوي، كان في يعني إيه، أغلبية البتنجان كبير كده اللي هو أنتِ بتحشيه وكده، فبلاش تجيبيه، جيبي نقّي البتنجانة الصغيرة كده على قد ما تقدري استصغري البتنجانة عشان ما تجيبيش يعني تكون كبير، فتلاقيه من جوّه في قلبه بيزلِك كده ومش بيبقى حلو معاكِ في الحشو يعني مش بيبقى معاكِ حلو في المخلل، بيبقى طعمه مش حلو، فحاولي تنقّي البتنجانة الصغيرة كده زي ما أنتِ شايفة كده، استصغري كده ونقّي. إن رُحتِ ولقيتِ كلّيته أصلًا بتنجان صغير يبقى كده حلو أوي، أنا رُحت حظي كان كلّه بتنجان كبير وفيه صغير كده بس يعني بتدوّري شوية فيه يعني تقلّبي شوية كتير أوي على أمّا تطلّعي الصغير ده. جايبة الكيلو كان ب8 جِبت ب10 من البتنجان الصغير ده عشان نعمله مخلل. وجِبت بتنجان برضه كان الكيلو عامل 8. جِبت قلقاس. القلقاس الكيلو عامل 20، أنا جايبة ديّة عاملة 2 كيلو عاملة 40 جنيه، كبيرة يعني هي قلقاسية كبيرة برضه مش باينة معاكم في التصوير قد كده، بس هي حجمها كبير ما شاء الله يعني، هي حوالي 2 كيلو برضه هنفرّزوها مع بعض وهنشوف طريقة التفريز مع بعض. جبنا إيه برضه مع بعض، كنت أنا ناقصني خَل، أنا عندي خَل باستخدمه في الأكل، بس أنا كنت عايزة خَل عشان إيه باحطه في البريل وأنا باغسل المواعين. يعني بصراحة أنصحكم ما حدش يغسل المواعين إلا لمّا يحط في البريل بتاع المواعين خَل، حتى لو كان نوع البريل ده نضيف لازمًا تحطي خَل، لإن مهما تغسلي تشطفي المواعين كويس جدًا من المَيّة والصابون، بيبقى في برضه البريل بيعمل رواسب، الصابون ده بيعمل رواسب كده في الكوبايات وفي الأطباق وكده، فتحطي خل عشان بصراحة يعني إيه حلو عشان يخلّي البريل ما يلزقش معاكِ في الكوبايات وكده ويسيب يعني إيه أثر أنتِ مش بتبقي شايفاه. وجبت كيس ملح من الكبير ده ب5 جنيه، هو مكتوب عليه 7 بس أنا جايباه ب5 جنيه. جبت فاصوليا خضرا، الكيلو كان ب5 جنيه، كان في تروسيكل كده واقف بيبيع الكيلو ب5 جنيه، أنا جبت كيلو ما رضيتش أجيب أكتر من كده، لإن بصراحة يعني مش ما لناش تُقل عليها مش بناكلوها كتير يعني، فجبت كيلو قُلنا حلو كده هنفرّزوه مع بعض ونحطوه في الفريزر على كام طبخة كده هنشوفوها مع بعض وخلاص. وجبت ب5 جنيه خضار، جبت بقدونس وجبت سَلْق، يبقى جبت ب5 بقدونس وسَلْق. بتروحي عشان السلق ده عشان القلقاس، ممكن تجيبي السلق ده وتفرّزيه في الفريزر، هنبقى إن شاء الله أنا ما عملتوش معاكم الفيديو ده، ما عملتش فيه معاكم البقدونس ولا السلق وكده، هنبقى مرّة تانية أعمل لكم فيديو فيه إزاي تفرّزي ال السلق والبقدونس في الفريزر. وكمان عشان تطلّعي لمّا تيجي تعملي البقدونس تبقى تطلّعي معاكِ يعني السلق بتاعه جاهز معاكِ، يا دوبك هتحطيه كده في الشوربة. وجبت برضه كنت محتاجة بيض، فجبت برضه 12 بيضة، البيضة عاملة 4.5 دلوقتي، عندكم عاملة كام؟ هو البيض رخيص الفترة ديّة، يا رب دايمًا إيه الحاجة تفضل رخيصة كده. يالّا بينا هنبدأ نرص بقى المشتريات بتاعتنا في كل حاجة في مكانها، وبعد كده نبدأ بقى إيه بقى في التفريزات، يوم طويل بصراحة. عندنا البيض بقى والخضار نحط لنا كل حاجة مكانها كده، والخل برضه نحطه مكانه، والملح، ويالّا بينا. عايزة أنصحكم نصيحة، إحنا دخلنا بقى في أدوار برضه منتشرة جامد جدًا وكده، عليكم بفيتامين سي، جيبوا فيتامين سي سواء كبار أو أطفال، شوفي الدكتور يقول لأطفالِك إيه المناسب لسنهم وتجيبيه لهم فيتامين سي يوميًا كده، مع زائد بقى يعني إيه بقى الحاجات اللي هي الطبيعية بقى اللي هو البرتقان، السُفندي، الليمون، الحاجات ديّة، معلقة عسل أول ما يصحوا من النوم تدّيهم معلقة عسل عشان تقوي معاهم المناعة، لإن بصراحة أضرار البرد الأيام ديّة صعبة جدًا، ربنا يعافينا يا رب ويعافي أولادنا. يالّا بينا، أول حاجة هنعملها هنجيب البتنجان كده هنقطع يعني الحتّة بتاعته اللي من فوق ديّة كُلّياته، هنغسله غسلة حلوة كويس جدًا، هنغسله كويس عشان إيه، هنبدأ بقى إيه، نفتحه من النُص ونعمل إيه، الخلطة بتاعته مع بعض. بس اتأكدي كده من إنِّك أنتِ غسلتِ البتنجان كويس أوي، اغسليه كام مرّة كده واشطفيه كويس كده بالمَيّة.
ويلا بينا بقى ايه شوفي هنعمل فيه ايه تاني. هنجيب البتنجان كده وهنمسكه كده نفتحه الشق كده ايه من النص. كل البتنجان بتاعك طبعا الكمية دي حاجة متاحة ليك. شوفي انت عايزة تعملي كيلو، نص كيلو، تعملي 2 كيلو، حسب ما تحبي. عايزة تجيبي كمية كبيرة وتعمليه اعملي تحبيه. بس صدقيني بصراحة يعني الخلطة دي جميلة اوي، يطلع معاكي طعمها جميل اوي اوي اوي، وهتحبوها وتاكلوا. وكل دي هتفضل معاكي في الفريزر، يعني قصدي في التلاجة، كل ما طعمها معاكي هيبقى احلى واحلى. شوفي الكمية اللي انت عايزاها وجيبيها واعمليها بنفس الخطوات. الكمية ديت متاحة ليكي، تقللي تزودي اللي انت حباه. انا عملت دومت حوالي مثلا كيلو وربع، لان الكيلو كان ب8، فانا جبت بالعشرة. قلت له هو وزن كده، قال لي بالعشرة، قلت له تمام اوكي مفيش مشكلة. فشوفي ان انت حباه، عايزة كيلو ونص جيبي واعمليه بقى بالظبط كده، هيبقى معاكي حلو، هتحبي طعمه هيعجبك جدا. بعد كده تحطي البتنجان في قلب الاير فراير. ما عندكيش اير فراير هتجيبي طاسة وتحطي فيها، تحمريه في الزيت كده، يا دوبك بس يدبل معاك كده ويتفتح كده تقومي مطلعه. عندك اير فراير هتحطي ترصيه كل الكميه بتاعتك في الاير فراير، وتحطي عليهم معلقتين زيت كده وتدخليهم الاير فراير، واول ما يستووا معاكي تطلعيهم على طول، يا دوبك كده ايه معلقتين زيت. في طريقة تانية برضو، في ناس بيحبوا يسلقوه وبعد كده يحشوه. انا بصراحة بفضل طريقة يعني ان احنا اقليه كده قلية خفيفة كده في الاير فراير او في الزيت يعني. وعموما وخلاص مش باحب طريقة السلق بصراحة. شوفي الطريقة اللي تريحِك، حابة تسلقيه الأول أو تقليه في الair fryer زي ما أنا عملت، أو في الزيت يعني في العموم، اللي أنتِ يريحِك اعمليه، يعني اللي يعجبِك أكتر. بعد كده استوى معانا خلاص، دخّلته الair fryer بقى عامل معانا أهوّة. هنبدأ بقى إيه نجهّز بقى التتبيلة بتاعته عشان نحشيه. هيبقى معانا كده طماطميتين وقرنين فلفل ومعانا ليمونة. ولو أنتِ بقى عندِك فلفل أخضر من اللي هو الحراق، يا سلام بقى يخلّي معاكِ طعمه جميل. أو مش حابة بقى، مش بتحبيه يعني تكون حاجة فيها شطة وحراقة وكده، خلاص ما تحطيش. أنا للأسف ما كانش عندي فلفل حراق ونسيت أشتري من السوق وأنا تحت، فهنستبدل كده وهنحط شطة اللي هي شطة ناشفة، شطة حمرا. بس هنحط الخلطة دي وهنضربها وهنحط عليهم معلقتين توم، يبقى معاكِ طماطم وفلفل ومعلقة توم كده، كتّري في التوم بيدّي له طعم حلو، وليمون ومعلقة خل. وبعد كده هنحط له البهارات. هتحطي معاكِ ملح وشطة وفلفل أسمر وكمون. وبعد كده هنحط معلقة الخل ونقلب بقى يعني الخلطة دي كلها مع بعض كده كويس، وتعصري ليمون عليهم. وتجيبي البتنجان بتاعِك بقى نحشيه. لو ما عندكيش كبة ممكن يعني تفرموهم في الخلاط كده، بس خلّي بالِك عشان الخلاط بتاعِك، لإن مش يعني على يعني بالراحة كده على لمّا لحد ما الطماطم تنزّل كده مَيّتها كده، عشان ما يبقاش الخلاط يعني بتاعِك يبوظ وكده. كنت نسيت احط شطة فحطيت شطة. طبعا لو انتي بقى مش حابة تحطي شطة ما تحطيش. هتحطي فلفل اخضر اللي هو بيبقى الحراق ده، اللي هو السبايسي ده، بيبقى جميل برضو حلو. هتجيبي العلبة اللي انت هتحطي فيها البتنجان، هتفرشيها كده معلقتين كده من تحت كده، تحطي فيها معلقتين كده في العلبة من تحت، وتمسكي البتنجان كولاته هتحشيه كده من النص. يعني هو كده كده انت فاتحاه وانتي طبعا اليافه طري معاكي، فالموضوع بسيط يعني معاكي. هتحشيه وتحطيه في التلاجة معاكي. كل ما يفضل معاكِ في التلاجة كل ما يبقى طعمه أحلى. على فكرة إحنا كلنا منه يوميها، أنا كنت مثلًا عاملاه حوالي كان مثلًا العصر، بالليل أكلنا منه كان جميل وحلو برضه يعني. كل ما بيفضل في التلاجة كل ما طعمه بيحلو معاكِ أكتر. اتبقى معايا شوية من الخلطة، هاخدهم في كيسة كده وأحطهم في الفريزر، نبقى نطلعهم في أي حاجة نستخدمهم. يعني ممكن لو جبنا بتنجان تاني نعمل عليهم، يعني لو الحبة دُمّة اللي اتبقوا معايا مش هيكفّوا، لو كفّوا خلاص، ما كفّوش نعمل عليهم حبة كمان يعني وكده. هو هنبدأ تجهيز معانا إن إحنا نحطه في التلاجة ونستخدمه على طول. أمّا القلقاس إحنا بقى هنمسكه نغسله كويس جدًا من أي تراب عليه جدًا، نغسله كذا مرّة كده عشان يعني يبقى القلقاسة معانا نضيفة. وهاقول لِك إزاي تعرفي تجيبي قلقاسات نقية. شُفتِ اللي هي البذوذ البيضة الصغيرة ديّة، دي معناها إن القلقاسة دي مستوية معاكِ. كل ما كانت كتيرة كده كل ما تعرفي إن القلقاسة دي مستوية معاكِ وحلوة. ولمّا تقطعي البوز بتاعها من قدام ده تلاقي لونها pink، فهي كده معاكِ جميلة وحلوة. هنقشّر بقى القلقاسية كويس جدًا كده على قد ما تقدري. خلّي بالِك هي القلقاسة يعني بتبقى يعني الكبيرة دي بصراحة غلط، لإن أنا جبتها كبيرة أوي كده. حاولي تجيبيها الحجم المتوسط، بلاش تكبّري في حجمها عشان تبقى سهلة معاكِ في التقشير والتقطيع وكده.
يعني كانت صعبة شوية معايا في التقشير، قشّرناها بعد كده قطّعناها مكعبات كده، وتعمليها مكعبات كده صغيّرة. المهم أهم حاجة أنتِ لو جايبة كذا قلقاسية مع بعض وهتفرّزيهم، يبقى تحطّي كل قلقاسة لوحدها في كيس لوحده في التخزين، عشان ما ينفعش تحطّي يعني تعملي 2 على بعض أو كذا واحدة مع بعض، لأ عشان ما يختلفوش يعني معاكِ في التسوية، يعني هيبقى سِوَى واحدة للتانية بيختلف في التسوية بتاعتها، فاهماني؟ يا رب تكونوا فاهمينّي. فأنتِ يعني إيه، تخلّي كل قلقاسية تفرّزيها لوحدها، يعني في كيس لوحده منفصل عن التاني. بعد ما قطعناها كده مكعبات كده، خلّي حجمها كويس كده متوسط، هتعصري عليها ليمونة كده عشان تفضل معاكِ للسَنة، نفس اللون مش هتغيّر معاكِ لونها، ويفضل لونها معاكِ بتحافظ على لونها للسَنة معاكِ في الفريزر. بعد كده هنقسّمها على عدد يعني هتقسّميها بقى في الأكياس، شوفي أنتِ وجبتِك قد إيه، يعني أنا عملت معايا كيسين، قسمت القُلْسَة ديّة على إيه، على طبختين، يعني شوفي أنتِ هتقسّميها على كام طبخة، على حسب عدد أفراد أسرتِك، فشوفي اللي يعجبِك اعمليه على عدد أفرادكم. أهم حاجة زي ما قُلت لِك لو هتعملي أكتر من قلقاسية مع بعض تخلّي إيه، كل قلقاسية منفصلة عن التانية، بحيث إن أنتِ تحطيها في إيه، يعني يعني تخزّنيها بقى في كيسة أو في علبة زي ما أنتِ بتخزّني لوحدها وكده. تالت حاجة هنبدأ نجهّزها مع بعض، إن هنعمل الفاصوليا الخضرا. أول حاجة تجيبي الفاصوليا كده تقطعي الطرف بتاعتها، الطرف من هنا ومن هنا، وبعد كده تمسكي تقسّميها كده على إيه، على كام واحدة الفاصوليا، حابة تغسليها الأول بعد كده تقطّعيها تمام، عاوزة تقطّعيها وبعد كده تغسليها، شوفي الأسهل ليكِ اعمليه، أهم حاجة ما تنسيش تقطعي الطرف إيه بتاعتها. أنا المرّة دي ما غسلتهاش الأول، أنا قُلت إيه أقطّعها وبعد كده أمسكها أغسلها كويس جدًا كده كذا غسلة كده تحت المَيّة، وبعد كده نشوف هنعمل فيها إيه. هتعملي الفاصوليا بالطريقة بتاعتي ديّة هتفضل معاكِ في الفريزر من السنة للسنة، مش هيحصل لها أي حاجة ولا هتغيّر لونها ولا أي حاجة، وتفضل معاكِ لونها أخضر خالص. قطّعنا كده كل كمية الفاصوليا، هنبدأ بقى نغسلها كويس جدًا على الحوض كده، نشطفها كام شطفة كده ونغسلها حلو كذا مرّة كده وأصفّيها وأرجع أغسلها تاني. أنا ما جبتش بقى يعني أنا غسلتها كتير أوي، ما جبتش بقى إيه يعني الغسلات كلّها، المهم غسلتها كويس أوي، بعد كده نجيب حلة بقى نحط فيها مَيّة سخنة تكون بتغلي على البوتاجاز، وتحطي على الحلة دي مصفى وتحطي فيها الفاصوليا في قلب المَيّة السخنة اللي بتغلي، وتمسكيها كده بالإيد كده تقلّبيها كده تقليبة، لو المصفى بتاعتِك ما لهاش إيد هتجيبي كده معلقة كده أو كبشة كده أي حاجة اللي يريحِك، وتقلّبيها كده عشان تجيبي اللي تحت فوق عشان كلّها كده تلامس المَيّة، فإيه تاخد اللون إيه تشوفي لو تلاحظي اللي هو يعني لمس المَيّة ده خَد البخار لونه الخضار بتاعه كده إيه ظهر كده يعني بقى مخضر كده غامق كده. تمام، هتدّيه كده دقيقتين أو 3 دقايق كده بالضبط على البوتاجاز كده تفضلي تقلّبي فيه كل شوية كده لتحت فوق، لتحت فوق، وبعد كده تطفي عليه وتاخديه بقى، تجيبي بولة كده فيها مَيّة كده ساقعة كده من الحنفية وممكن تحطّي فيها تلج زي ما أنا عملت، وهتقلّبي كده إيه، الفاصوليا برضه تعملي لها صدمة بالمَيّة الساقعة. تقلّبيها برضه كذا تقليبة كده، وبعد كده بقى إيه تسيبيها تتصفى خالص ولحد كده ما تبقى هي خلاص already بردت، يعني بردت من المَيّة الساقعة والتلج، تسيبيها تصفّي مَيّتها خالص، بعد كده بقى إيه تبدئي إيه تحطّيها في الأكياس. عايزة أقول لكم على حاجة، أنا مثلًا أمّا تشتري لوبيا أو فاصوليا أو مكرونة وكده، اللي هم أصحاب المحلات بيدّوها لِك في أكياس كده تلاجة مثلًا مطبوع عليها اسمهم يعني وكده، الأكياس دي بتبقى نضيفة جدًا وكويسة مش ما فيهاش أي حاجة، ده بيبقى مثلًا فيها لوبيا أو مكرونة أو كده، أنتِ طبعًا بتفضّيها في المنظمات بتاعتها، فأنا باعمل إيه بقى، باعين الأكياس ديّة وارجع أستخدمها تاني، هي أكياس نضيفة يعني ليه ترميها عيدي استخدامها تاني أهو، يعني ده الكيس ده كان فيه مطرحه مش متذكرة يعني كانت مكرونة أو لوبيا يعني، فالكيس نضيف حطيت فيه الفاصوليا وبرضه القلقاس برضه كنت حاطاه برضه في أكياس من ديّة، ما فيش مشكلة يعني حرام بدل ما ترمي الأكياس ديّة عيدي استخدامها تاني. مش حابة كده، حابة تشتري أكياس يعني لو عندِك استخدميه، عاوزة تشتري أكياس تاني من اللي هي من عند يعني اللي هُم بتتباع الأكياس اللي هي ديّة اللي هي أكياس تلاجة اشتريه وخزّني فيها. يالّا بينا بقى نجهّز الغدا، إحنا يومنا طويل مش قُلت لكم النهارده يوم طويل جدًا في المطبخ، هنعمل حاجات كتيرة، هنعمل النهارده إيه بقى، هنعمل كفتة داوود باشا. أول حاجة معايا هنا إيه، حوالي 3 بصلات كده متوسطين، فرمتهم في الكبة كويس كده وعصرتهم من المَيّة
لازمًا تعصريها من المَيّة، وعايزة تبشريها ابشري البصل وبعد كده اعصريه من المَيّة، عندِك كَبّة عايزة تفرميهم في الكَبّة شوفي الأسهل ليكِ، ابشري، تفرمي في الكَبّة اللي يريحِك اعمليه. أنا عملتهم في الكَبّة وعصرتهم كويس كده من المَيّة، وبعد كده هابهّر البصل بملح وفلفل أسمر وكزبرة و7 بهارات، وهاحط بابريكا بس إيه يعني إيه كنت نسيت أحطها فهافتكر وارجع أحط بابريكا تاني، عندِك قرفة مطحونة وعايزة تحطي منها حطي، لو بتحبي القرفة، مش بتحبي القرفة ما تحطيش، وهانزل باللحمة وهانزل عليهم بمعلقة baking powder. وهتقعدي كده إيه بقى يعني تعجني بقى إيه، تعجنيها في بعض كويس أوي، لازمًا بقى لحد ما اللحمة والبصل والبهارات كده يندمجوا ببعض، ممكن على فكرة يعني إيه بعد ما تحطي البهارات على البصل، تقلبي البصل في البهارات الأول قبل ما تحطي اللحمة، وبعد كده تحطي اللحمة، يعني اللي أنتِ حاباه اعمليه. هابدأ كده اللحمة كانت في الفريزر يعني لسه فيها تلج كده شوية، فأنا هابدأ إيه أكسره كده فوق لإني كنت مستعجلة على الغدا. لأن خلاص بقى يعني كان لازمًا بقى نجهّز الغدا، لإن أنتِ بعد ما تعجنيها كويس كده هتدخّليها التلاجة أقل حاجة نُص ساعة تسيبيها في التلاجة نُص ساعة، وبعد كده بقى إيه، نبدأ بقى إيه، نجهّزها تاني مع بعض عشان نبدأ نسويها. مش هينفع أقلّبها بالمعلقة، فأنا غسلت إيدي كويس وبدأت أعجنها بإيدي كويس جدًا، وزي ما أنتم شايفين كده، وهندخّلها التلاجة. نسيت أحط أهو مش قُلت لكم نسيت أحط بابريكا، أحط عليها البابريكا وأدّيها برضه تقليبة تاني، وبعد كده أدخّلها التلاجة، تقعد نُص ساعة، وبعد كده بقى إيه نطلّعها إيه بقى نكوّرها. هنبدأ بقى إيه طلّعناها بقى من التلاجة، هتبلّي إيدِك من مَيّة البصل، مَيّة البصل ما ترميهاش، إحنا خلّيناها في طبق على جنب عشان إيه هنبِل بينا إيدينا وإحنا بنكوّر، هتبلّي إيدِك بصل وتبدئي إيه كده تكوّري كِوَر بقى صغيّرة، يعني الحجم اللي أنتِ تحبيه، متوسطة كده الحجم، تبدأ تكوّري كده كُلّهم كده في طبق جنبِك لحد ما تكوّري إيه كل الكمية بتاعتِك. أنا كنت حاطة نسيت أقول لكم أنا كنت مستخدمة نُص كيلو لحمة مفرومة، فشوفي برضه أنتِ يعني عايزة تستخدمي اللحمة المفرومة دي حسب رغبتِك، عايزة تزودي البصل وتضاعفي كميتها اللي أنتِ حاباه، يعني عايزة تعمليها بقى إيه اقتصادية يعني شوية فتكتري البصل فتعمل معاكِ أكتر، وشوفي اللي تحبيه. أنا ده عملوا معايا يعني كمية كويسة جدًا يعني، عملوا معايا شوية حلوين من الكفتة. هتجيبي بقى صينية كده على البوتاجاز فيها معلقتين زيت، أول ما على ما الزيت يسخن كده هننزل عليها بكور الكفتة، تاخد معانا صدمة كده ونقلب إيه، تاخد لون كده من تحت وتقلبيها تاني إيه بالراحة. عملت جنبها رز بأبيض، حابة تعملي رز بشعرية اعمليه، حابة تعملي مكرونة بتبقى جميلة أوي برضه بالمكرونة اعملي، يعني شوفي إن أنتِ حابة تاكلي جنبها إيه اعمليه. أنا عملت رز بأبيض و وإيه ناكله إيه جنب الكفتة. هي بُصّي زي ما أنتِ شايفة كده بتاخد معايا لون من تحت، بتقلبيها بالراحة كده عشان ما تتفكِّش وما تقلقيش عمرها ما هتتفك معاكِ، هتفضل ماسكة. أهم حاجة إنِّك بس تصفّي مَيّة البصل كويس، عشان المَيّة هي اللي بتخلّيها تتفكِّك من بعضها، وإيه هتقلّبيها بالراحة ولحد ما تتحمّر معاكِ كده هتطلّعيها كده من الصينية، وفي نفس الصينية هننزل عليه بنُص معلقة توم كده مهروس، وهتقلّبيه كده في الزيت كده لحد ما لونه يصفر معاكِ، هننزل عليهم إيه، بالطماطم. أنا مفرّزة الطماطم يعني في الفريزر، مصلّصاها جاهزة كده حاطاها في الفريزر، هانزل بيها وكده وأحط عليهم معلقة إيه، من الصلصة اللي هي المُعلبة الجاهزة. هنحط لها بهارات الصلصة، هنحط ملح وفلفل أسمر، تنسيش تحطي معلقة سكر ورشة كزبرة، السكر عشان تعادلي الحموضة، وهتقلبي كده مش حابين نكتر بهارات، يعني كل ما نقلل بهارات يبقى الموضوع يعني ايه يبقى الطعم معاكي احلى. انا ما عنديش من اللي هي برطيم، انا عندي اكياس من اللي هي الصغيره بتاعه الصلصه ديت، فانا اللي هي كيس صغير كده ففضيته، هو حوالي معلقه يعني ايه من الصلصه فاحطه. وكده اول بقى نسيب معانا الصلصه، اول كده ايه يعني تبدا بقى ايه تسخن معانا كده، ولان هي طبعا بتاع الصلصه اللي انا حطاها في الفريزر ديت متصلصه يعني متسبكه جاهزه، فاول ما هي ما تغلي تبدا بقى تغلي معانا كده وتسخن، هنزل عليها بالكفته كده، هاسيب الكفتة بقى إيه تتشرب كده من الصلصة كده كلّتها، وبعد كده ننزل عليهم كده إيه بحوالي كوباية مَيّة، ونغطي عليهم 10 دقايق كده، وهتلاقيها معاكِ بقت جاهزة معاكِ الكفتة، تغلي كده مع بعضها كده والكفتة تتشرب كده من الصلصة بتاعتها، وتبقى كده جهزت معانا، كده بقت جاهزة معانا وبقت تمام. قفلنا عليها بقى ويالّا بينا إيه نغرف بقى الأكل. هاغرف الرز كده، أنا زي ما قُلت لكم إن أنا عاملة معايا رز أبيض،
نغرف بقى والطبق بتاعنا يبقى جاهز. بجد ريحتها تحفة، يا ريتكم كنتوا موجودين هنا وتشموا الريحة بتاعتها، والريحة بتاعتها كانت جميلة وقلبة معاكي لريحة البيت كله. كده معانا اهي جاهزة. وعلى فكرة حطيت معاها طبق فيه من البتنجان اللي احنا لسه مخللينه مع بعض، بس بصراحة ما جبتهوش معاكم. وكده يبقى يومنا انتهى، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو في اي حاجة حابين تستفسروا او تسألوا عنها اكتبوها في التعليقات، وشاركونا برضو كده بأسعار الخضار عندكم عامل ايه. وشوفوا لو حابين اعمل لكم يعني اي حاجة فيديو جديد او فيديو يعني عن حاجة معينة اكتبوها لي في التعليقات وانا هعملها لكم ان شاء الله. وان شاء الله انتظروا مني هعمل لكم برضو اللي هو ازاي هنحط في نخزن اللي هو السلق بتاع القلقاس، بحيث يبقى معاكي القلقاس متخزن والسلق يبقى جاهز على طول معاكي في الاكل عشان رمضان وكل سنة وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.